تعبتني وخنقتني ومش هاخد منك حق ولا باطل. انت بتقول كده على ابوك؟ على ابوك؟ بابا، نعم يا حبيبي. انا عايز فلوس كده عشان بس عندي حكايه كده اروح اخلصها. فلوس؟ مش لسه واخد مني 100 جنيه امبارح؟ يعني ايه وانا باخد الفلوس بعمل بيها ايه يعني؟ ليك عين تطلب مني فلوس؟ طب انا عايز فلوس اعمل ايه انا دلوقتي؟ منين؟ انا معاشي على قدي، بصرف منه انا واختك، مش مكفينا. كمان مش عاجبك الكلام؟ انت المفروض تنزل تشتغل وتعتمد على نفسك، وانت اللي تصرف علينا. هو في ايه؟ هو المفروض مين اللي يصرف على مين؟ ربك يصلح. ما يصلح حالي ان شاء الله. انت تعبتني وخنقتني ومش هاخد منك حق ولا باطل. ده ايه ده؟ خلاص انا اتخنقت. انا كل ما اطلب منك فلوس تفضل تعمل لي في حكايه وتعمل لي في روايه. مش عايز حاجه منك، انا عارف انا هاخد فلوس ازاي. بس انت بتقول كده على ابوك؟ على ابوك؟ يا جدو جدو يا جدو. ما تخافش ما تخافش ما تخافش يا ابني، ما تخافش. الحمد لله، انا ربنا بيعاقبني في الدنيا على اللي انا عملته في ابويا زمان. عقاب الاخرة هيبقى اصعب بكتير من عقاب الدنيا. الحمد لله.